أنا رحب بخوياك دكتور. الله يسلمك. أهلا دكتور، أبقى وياك. دكتور كاظم ممكن تبلش والناس بعدين تدخل مع جاسم يدخلها، ما في مشكلة. خلاص نعم تمام. نعم اوكي نعم اوكي نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر الاتحاد بعقد الندوات الثقافية للمنتدى الثقافي التطوعي العربي الدولي. المحاضرة لهذا اليوم بعنوان مهارات القيادة الحديثة. المحاضر هو الأستاذ ثامر حمو حساني، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأستاذ ثامر هو أحد القادة البارزين في المركز العراقي للعمل التطوعي، وقد تميز بعمله الميداني من خلال قيادة الفرق التطوعية وتحقيق النجاح في إنجاز الأعمال التطوعية المتنوعة. لقد استطاعت تلك الفرق التي قادها الأستاذ ثامر من تنفيذ أعمال تطوعية نوعية في المجالات الاجتماعية وتقديم الخدمة المجتمعية، وكذلك في المجالات الثقافية والمدرسية. أهلا وسهلا بالأستاذ ثامر، فليتفضل. شكرا جزيلا للدكتور كاظم، وشكرا جزيلا إلى كل الأخوة في الاتحاد العربي للعمل التطوعي. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويشرفني أن أكون اليوم محاضر في هذه المحاضرة حول المهارات القيادية. إن شاء الله نتواصل ونعمل جميعا من أجل تقديم كل ما يمكن أن يقدم خدمة للعمل التطوعي اللي هي رسالة إنسانية. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدئ المحاضرة اللي هي في مجال مهارات القيادة الحديثة، والكل يعلم مدى أهمية القيادة في مجال أي عمل، سواء مؤسسة أو منظمة أو حتى وإن كانت دائرة حكومية. مهارات القيادة الإدارية الحديثة، هناك أمور كثيرة وتعريف، ولكن الاتفاق على أن التعريف للقيادة هي عدد من المهارات السلوكية والتنظيمية اللازمة للقيادة الإدارية. ومن أهم هذه المهارات التي تعنى بالقيادة هي أولا مهارة الذات، وإدارة الوقت، وإدارة الاجتماعات، وإدارة ضغوطات العمل، وإدارة الصراعات أو الخلافات، وإدارة الإخفاق، وإدارة التغيير. المهارة الأولى اللي هي مهارة الذات، أي هي مهارة الشخص فيما يتعلق بشخصيته ونفسه. وإدارة الوقت هي استغلال الوقت وتنظيمه وتحليله والاستفادة منه قدر الإمكان في تنفيذ الأعمال المطلوبة. إدارة الاجتماعات، وهي إدارة الاجتماعات ومناقشة كل الأمور التي تناقش وتطرح في الاجتماعات، وسنأتي إلى موضوع الاجتماعات إن شاء الله في هذه المحاضرة ونتطرق بشيء من التفصيل. إدارة الصراع أو الخلافات. الخلافات مسألة طبيعية جدا في أي عمل، والخلافات أحيانا تكون في وجهات النظر أو تكون خلافات على مبدأ، ولكن في المحصلة النهائية يكون العمل عمل جماعي لتحقيق الأهداف. إدارة الإخفاق، أي إدارة الإخفاق الذي يواجهنا في العمل، ولا بد أن ندرس الأسباب والأمور التي أدت إلى هذا الإخفاق، ثم بعد ذلك نضع الحلول المناسبة
لتجاوز هذه الحالة. طيب دكتور كاظم، أعتقد فصل عند الأستاذ ثامر، إذا تقدر تتواصل معه. دكتور كاظم تسمعنا يا دكتور كاظم؟ معانا أنت ولا؟ رجع حاليا، ممكن بس افتح المايك حاليا. عنده مشكلة في المايك يعني. لا دكتور ثامر، قصدي الأستاذ ثامر معانا ولا فصل؟ فصل ورجع، بس حاليا يشبك الصوت، ممكن شوف إذا كان راح يشبك عنده. هي ضريبة البرامج الافتراضية. هذا يحاول يدخل يطلع، صحيح؟ حاليا هو موجود، بس أعتقد جالس يحاول يشبك الصوت، بس ما شبك عنده، يمكن اتصاله أعتقد بطيء. ولا يشبك عن طريق التلفون أفضل له يمكن. ألو. تفضل أستاذ ثامر، تفضل، صوت واضح. نعم. ألو. تفضل. نعم. وصلنا إلى النقطة الأخرى، وهي إدارة التغيير. وإدارة التغيير هي تحصل عندما يحصل هناك تغيير في القادة أو تغيير في برنامج العمل. وهذه المسألة حقيقة واردة في أي عمل، لأنه التغيير قائم بحالات أحيانا قاهرة وأحيانا بإرادتنا، ولكن المهم أننا نستطيع أن نقود المؤسسة أو المنظمة في مجال التغيير ونصل إلى مرحلة النجاح. سنتحاور أيضا في هذه الورشة حول إدارة مهارات الذات، وإدارة الوقت، وإدارة الاجتماعات، وحل الخلافات. نهدف من خلال هذه الجلسة إلى التعريف على أهم مهارات القيادة الحديثة، والتعرف على كيفية إدارة إدارات الذات، والتعرف على أيضا إدارة الوقت، والتعريف حول كيفية إدارة الاجتماعات وحل الخلافات. المرحلة الأولى وهي إدارة مهارات الذات. وإدارة مهارات الذات هي عملية الاستفادة القصوى من مهاراتنا وإمكانيتنا لإنجاز أهداف ذات قيمة، اعتمادا على نظام قيمي صحيح. وهذه الأهداف هي أن تستمد من القيم السليمة، لأنه هناك قيم في المجتمع وأمور يجب أن نتناولها في عملنا: الاحترام والنزاهة والشفافية وتبادل وجهات النظر. هذه الأمور كلها يجب أن تكون جزء من عملنا في عمليات القيادة. القيم اللي احنا نسعى للوصول إليها هي اعتقادات يؤمن بها الفرد وتنعكس على سلوكه، وهي الأساس للإدارة الذاتية الناجحة. أهم أسس إدارة مهارات الذات هي يجب أن تكون رسالة واضحة نوصلها إلى المجتمع
بموضوعها العملي والتطبيقي حتى نستطيع أن نتفاعل مع المجتمع. النضج، يجب أن تكون هذه الأسس أسس ناضجة ومكتملة حتى تكون تلقى قبول من المجتمع الذي نتعامل معه. أيضا يجب أن تكون لدى القائد القدرة والرغبة، أن يكون قادر على القيادة وله رغبة في العمل للوصول إلى الأمر الذي يصبو إلى تحقيقه. التحكم في الذات، وهذا في جانب الانفعالات، يجب الإنسان أن يكون بعيد عن حالات الانفعالات والتسرع في اتخاذ القرار، وإنما يكون دائما في مرحلة هدوء حتى يستطيع التنفيذ والعمل بشيء من الدقة والنجاح. المسألة الأخرى من أسس إدارة مهارات الذات هي حسن التعامل مع الآخرين. نحن كلنا نتعامل مع أفراد المجتمع وهم مختلفون من ناحية التوجهات والسلوك والرغبات، فيجب نحن أن نتعامل مع الكل معاملة حسنة ومعاملة طيبة لكي نستطيع أن نكسب هؤلاء الأشخاص الذين سيكونون جزء من العمل الذي نحن نعمل به. أيضا هناك معوقات في إدارة مهارات الذات. هذه المعوقات ربما تكون عوامل تؤثر أثناء العمل، ومنها هذه المعوقات الاعتقاد بعدم أهمية إدارة الذات. هناك من يتصور أن إدارة الذات ليس لها أهمية، وعلى العكس من ذلك فهي لها أهمية كبيرة، لأن القائد يجب أن يكون صاحب شخصية متزنة وصاحب ذات مستقلة، وأن يعمل بحيادية ومبدئية لأجل النجاح. المسألة الأخرى وهي تأثير الأفراد من حولنا على تطلعاتنا وتعاملنا مع ذاتنا. العمل حقيقة يجب أن يكون بعيد عن التأثيرات بالنسبة للأشخاص الذين يحيطون بنا. يجب أن لا نعير أهمية للتأثيرات، وأن نعمل وفق الخطة والبرنامج، وأن نتعامل مع ذاتنا باستقلالية وحيادية. المسألة الأخرى عدم المعرفة بما نريد تحقيقه. هذه مسألة حقيقة على كل قائد أو شخص بالقيادة أن يتجنب هذه المسألة، وعلى العكس من ذلك أن يكون لديه إلمام بالهدف الذي يريد تحقيقه والوصول إليه. وأيضا من الأمور الأخرى لهذه المعوقات عدم التصديق بإمكانية تحقيق ما نهدف إليه. ربما شخص حقيقة لا تكون لديه المصداقية الكاملة، أو أنه لا يصدق نفسه أنه سينجح، وهذا الشخص هو قليل الخبرة، ومن خلال الخبرة والعمل الميداني اللي سيكتسب هذه الأمور فإنه يستطيع تحقيق ما يصل إليه. هذه المعوقات هي أيضا تواجه العمل. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مراحل إدارة الذات. هناك عدة مراحل نمر بها أثناء إدارة مهارات الذات، وكيف نستطيع أن نعمل. الشيء الأول وهو أن نبدأ بكتابة خطة. ابدأ الآن بكتابة خطتك. كل إنسان يريد أن يعمل يجب أن يكتب خطة مفصلة ومحللة ومقيمة بشكل صحيح، توضع بها المهام ومسائل العمل والأهداف والنتائج والميزانية المالية
والإمكانيات والاحتياجات الذي نحتاجه من خلال هذه الخطة اللي نريد أن نحققها ونطبقها. المسألة الأخرى: لا تؤجل ولا تسوف. العمل عندما يكون وفق خطة وبرنامج زمني، نحن نعمل بخطة وبزمن محدد، وأن نعمل كل شيء في وقته، لا نستخدم أسلوب التأجيل إلى ساعات أو أيام وثم أو نقول سنعمل وسوف نعمل وسوف نقوم وسوف ننجح. هذه الأمور يجب أن نتركها وأن ننفذ كل عمل في وقته وفي زمانه. المسألة الأخرى وهي طور مهارات ذاتك. كيف نحن نطور إمكانيتنا؟ كل شخص يجب أن يطور نفسه من خلال أولا القراءة والاطلاع. كل شخص يجب أن يكون دائما على القراءة والاطلاع على تجارب الآخرين، على تجارب الشعوب، تجارب المؤسسات والمنظمات التي تعمل، لأن هذا سوف يكسبنا معلومات جديدة نستطيع أن ننفذها في برامجنا. الاعتناء بالوقت أشد العناية. الوقت مسألة مهمة جدا في عملية نجاح أي عمل، ويجب أن نهتم بالوقت اهتمام بالغ ولا نضيع أي دقيقة، لأنه عندما يمر الوقت ولا نستطيع أن نحقق المطلوب فإن هذا سوف يؤخر الخطة أو ربما يكون عامل من عوامل الفشل. الاهتمام بكل جوانب النجاح. النجاح يحتاج إلى جوانب كثيرة، جوانب مالية، بشرية، معلوماتية. كل هذه الأمور هي جوانب مهمة، فيجب أن نهتم بها اهتمام كبير ولا نحاول أن نقلل من قيمتها وأهميتها. النجاح الشمولي. النجاح الشمولي هو نجاح ينطلق من جوانب كثيرة، وسنحاول قدر الإمكان أن نوضح بعض الأمور بالنسبة لعملية القيادة. الجانب الجسدي. الإنسان يجب أن يهتم بالطعام الذي يتناوله. هذا الطعام اللي يتناوله يجب أن يكون طعام صحي وطعام ذي فائدة وقيمة غذائية. المسألة الرياضة اليومية، وهذه حقيقة مسألة ربما غائبة عن الكثير. نحن لا نمارس الرياضة، لا نقوم بأي برنامج رياضي، وهذا يتطلب القيام بأعمال رياضية، وأن يكون أقل شيء الرياضة الصباحية من خلال تنفيذ بعض الحركات والتمارين الرياضية حتى نكتسب مرونة ورشاقة وقدرة على العمل. اللبس المريح. يجب الشخص أن يلبس ملابس مريحة تساعده في الحركة، في التنقل، في العمل، لأن هذا هو أيضا جزء من النجاح الشمولي. الاستحمام الجيد. هذه طبعا الأمور تكون خاصة في الصباح بالنسبة للاستحمام أو بعد إنجاز أعمال ميدانية، ربما في بيئة خارجية، أثناء غبار وأتربة وأمور، وهذا يتطلب أن نقوم بعمليات استحمام جيد، لأن هذا من الناحية الصحية ومن الناحية العملية. الجانب الاجتماعي. نشاطات اجتماعية. يجب أن تكون لدى القائد نشاطات اجتماعية
يتفاعل من خلالها مع المجتمع، كأن تكون ندوات حوارية أو منتديات أو لقاءات، وتكون أيضا اجتماعات عائلية. هذا المدير عندما يعمل وهذا القائد يجب أن يكون لديه أيضا تواصل مع العائلة، لا يمكن أن يهتم بالعمل ويترك جانب العائلة، لأنه العائلة هي أيضا جزء من مهام ومسؤوليات هذا القائد. وأيضا الترابط مع الأصدقاء، يجب أن يكون هناك ترابط وتواصل مع الأصدقاء، وأن يكون هذا التواصل بما يتعلق بالعلاقات الشخصية وزيادة التواصل وعدم الانقطاع والتقوقع في مساحات، وأن يبقى الشخص يهتم فقط بجانب العمل وينسى الأمور الأخرى. الجانب المادي، الاهتمام بالعمل. الاهتمام بالعمل يكون وسيلة من وسائل الكسب المادي. عندما نضع خطة لزيادة الأرباح، لتعظيم الموارد، يكون هذا جانب مهم في عملية الكسب. الإخلاص بالعمل، يجب أن يكون لدينا إخلاص، وأن نعمل بجدية وأن نعمل بمصداقية، نبتعد عن حالات الغش، عن حالات كثيرة ربما تؤثر وتضع هذا الشخص في أمور هو في غنى عنها. الإدارة المالية الجيدة، عندما تكون لدينا إدارة مالية جيدة تستطيع أن تتعامل وتتصرف بالموارد المالية بشكل صحيح، وتنميتها وتعظيمها، أكيد ستكون هناك عوائد مالية جيدة، وهذا ما سيساعد أي جهة في عملها وتحقيق برامج وزيادة عملها، لأنه المادة اليوم أصبحت حقيقة مسألة مهمة جدا في العمل. الجانب العقلي جزء من النجاح الشمولي، أيضا يجب أن يكون هناك تفعيل للجانب العقلي من خلال القراءة والمطالعة. أنت تقرأ كتاب أو تقرأ مجلة أو تقرأ إصدار لشركات أو جهات أو مؤسسات، دورات تدريبية، يجب الشخص أن يدخل في دورات تدريبية وتطويرية بصورة مستمرة حتى يطلع على ما وصل إليه العلم وما وصلت إليه الجهات من أعمال من خلال الاطلاع على هذه البرامج. أفلام وثائقية، يمكن لكل قائد أو مدير أن يتابع الأفلام الوثائقية اللي ربما تقدم من خلال الفضائيات أو ربما من خلال الأقراص، وأيضا متابعة اليوتيوبات اللي تصدر عن هذه الجهات. والغرض من هذه الأفلام الاطلاع على ما وصلت إليه وصل إلى العالم بالنسبة للتطور العلمي والتكنولوجي، وأيضا الاطلاع على خطط وبرامج العمل التي تكون في أماكن أخرى. حفظ الأشعار ذات العبر، هناك أشعار تحتوي على عبر وعلى مقولات قيمة، يمكن الإنسان أن يحفظ هذه الأشعار وأن يحفظ هذه الحكم ويجعلها دليل عمل، كأن نقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، أو نأخذ حكمة أخرى: لا تؤجل عمل اليوم لغد فإن لغد عمل، وأمور أخرى كثيرة في مواضيع التخطيط وأهمية الوقت والعمل. بالنسبة إلى موضوع تنمية مهارات التعامل مع الآخرين،
التعامل مع الآخرين مسألة مهمة ومسألة مطلوبة. أستاذ تامر، إذا ممكن ما كنت مغلق إذا تفتحه. ألو، نعم أستاذ جاسم، تفضل أبو أحمد. هسه أستاذ واضح تامر. أستاذ الصوت؟ نعم واضح. تفضل أكمل. نعم تفضل أكمل. إن شاء الله. تنمية مهارات التعامل مع الآخرين يكون من خلال الإقناع. أنا أستطيع أن أقنع المقابل بفكرتي وأن أتحاور معه، ليس بمسألة دكتاتورية أو تزمت بالرأي، وإنما احترام وجهة نظر الآخر حتى نتطابق في الرؤى وأن نتطابق في مسألة الإقناع والحوار المتبادل. هذا سيولد إقناع حقيقة بين الأطراف. تقبل النقد، يجب أن يكون، نحن يجب أن نتقبل النقد، خاصة النقد عندما يكون بعيد عن النقد الجارح والنقد المستفز، فيجب أن نتقبل النقد، والنقد هو النصيحة، والنصيحة هي حقيقة من أمور الدين الإسلامي الحنيف. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. ونحن من عامة الناس، وربما نصل إلى مسألة القيادة، فيجب أن نتقبل النصح والنقد، لأن أحيانا كثير من الأخوة عندما يكون لديهم حرص فإنهم يقدمون لنا النصيحة. فهم الآخرين، أنا يجب أن أفهم الآخرين وأن أتفاعل معهم وأن أكون جدي في عملية فهمهم ومحاورتهم والاطلاع على آرائهم، وأن أتفهمها بصورة صحيحة بعيدة عن الأفكار الخاطئة والأمور الأخرى. فنون التحاور، يجب أن يكون هناك حالة من فنون التحاور: تبادل الرأي، تبادل المنفعة، تبادل المعلومة. عندما نتحاور بشكل صحيح، عندما يتحدث المقابل يجب أن أسمع، يجب أن أصغي له، يجب أن أهتم، أحسس المقابل أنني مهتم به، لا أنشغل بأمور أخرى وأجعل الشخص كأنما أنا أتعامل معه بحالة من اللامبالاة وعدم الاحترام. هذه حقيقة أمور غير مقبولة. تفهم مقاومة الآخرين، أحيانا شخص عنده فد مقاومة لرأيه، فيجب أن أتفهم، ربما يكون هو على صواب، وإن كان حتى على خطأ فأنا أصحح له المعلومة. فهذه حقيقة من مهارات التعامل مع الآخرين. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة إدارة الوقت وأهمية الوقت. حقيقة كيف نستطيع إدارة الوقت؟ نستطيع إدارة الوقت من خلال مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى وهي تحليل الوقت، وهذا سنتطرق إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة. تحديد الأهداف في عملي، يجب أن أحدد أهداف، أن تكون لي أهداف مقبولة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات عامل زمني، ذات خطة موضوعة، وأستغل حقيقة الوقت لتحقيق هذه الأهداف والوصول إلى النجاح. المرحلة الأخرى وهي مرحلة التنفيذ. بعد أن أحلل الوقت وأحدد الأهداف، أبدأ بمرحلة التنفيذ. مسألة تحليل الوقت، يجب أن يكون هذا الوقت محلل. هل إنه وقتي هو يومي؟ أنا أعمل بصورة يومية، أنا أعمل كم ساعة في اليوم؟
مسألة أسبوعية، كم ساعات العمل اللي موجودة عندي. يجب أن أضع برنامج أسبوعي للعمل. هذا فيما يتعلق بتحليل الوقت، وأيضا مسألة شهرية ومسألة سنوية. هذا تحليل الوقت بالنسبة لليوم والأسبوع والشهر والسنة. مسألة تحديد الأهداف. يجب حقيقة أن أحدد الأهداف وأن أوزع الأهداف حسب الجوانب اللي نحن نعمل بها. الجانب الاجتماعي، وتحدثنا على التواصل الاجتماعي من خلال الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك. هذا جوانب اجتماعي، أنا أتفاعل مع المجتمع، أتفقد المريض، أنا أطلع على العوائل المحتاجة، أتفاعل من خلال الظروف اللي يمر بها العالم، كمثل ظرف الزلزال أو لا سمح الله البراكين وربما السيول والأمور. فيجب أنا أن أدخل بالمجتمع، أكون جزء من هذا المجتمع، وأن أعمل وأتفاعل بجدية، وأقدم كل ما يمكن أن أقدمه لكي أقلل الخسائر والأضرار اللي تكون تحيط بالمجتمع. الجانب المادي، وأيضا نحن تحدثنا عن أهمية الجوانب المادية وكيف نحافظ على المال وكيف نستغله بشكل صحيح، عدم الإسراف، عدم الهدر، عدم الاستغلال المادي للمسائل الشخصية، لأنه القائد هو مؤتمن على الناس اللي يتعامل معهم. الجانب النفسي، الإنسان يجب أن يكون حقيقة صاحب نفسية مرحة، نفسية متفاعلة، لا يكون دائما متشنج، متشدد في رأيه. هذه المسائل النفسية حقيقة الإنسان كلما يكون مرتاح نفسيا تكون لديه قدرة على التفكير والتفاعل والعمل. الجانب الجسدي، وأيضا حقيقة تحدثنا فيما يخص الجانب الجسدي من مسألة الطعام ومسألة الملبس والمظهر، والجانب العقلي فيما يتعلق بزيادة المعلومة واكتساب الخبرة والاطلاع على تجارب الآخرين. المرحلة الثالثة وهي حقيقة من مرحلة الوقت، وهي مسألة التنفيذ. مسألة التنفيذ تكون هي المسألة الثالثة. بعد أن أحلل الوقت وأحدد الأهداف، أتحول إلى مسألة التنفيذ. ومن هذه الأمور حقيقة التي يجب مراعاتها، ابدأ دائما بالمهام الصعبة والأعمال غير المحببة. لا نتهرب من الأمور الصعبة، ولا نعود أنفسنا أنه نبحث عن الأمور السهلة وغير المكلفة. النجاح دائما يتحقق عندما أتحدى وعندما أنجح في عملي وأحقق مسألة صعبة، فهذا هو النجاح الحقيقي. فيجب حقيقة أن لا أتهرب من الأمور الصعبة، وإنما دائما أكون أواجهها بشخصية وبإرادة قوية. الحذر من الأمور الروتينية، لا أجعل إلي روتين أنه أنا يجب أن أذهب بسيارة ويجب أن أخصص إلي سائق يتنقل معي، وإنما أنا يجب أن أقلل من هذه الأمور، بل يجب أن أتعامل مع كل حالة والظرف الذي يحيط بها. وأحيانا الروتين حقيقة هو يكون عامل مؤثر وعامل محبط في العمل، ولذا يجب أن أتعامل بصورة مباشرة وأن أتفاعل مع الأخوة وألتقي مع العاملين وأن أحاول أن أكون واحد من عندهم. نتخلص من كل مسألة ليس لها ضرورة.
هناك أمور كثيرة حقيقة ليس لها ضرورة في العمل. ربما المسائل من مسألة المكتب وتنظيم قاعة تحتوي على أجهزة وتحتوي على أمور، هذه أمور في أحيان كثيرة ليس لها ضرورة، فيجب أن أقلل من عدها، ويجب أن أحاول أركز على الأمور المهمة الذي تساعدني في النجاح. إذا أردنا شيئا فابدأ به الآن. دائما عندما نحن نعمل بمسألة مباشرة لا نستخدم كما قلنا في بداية المحاضرة أسلوب التسويف وأسلوب التأخير وعدم القيام بالأعمال الموكلة لنا. نلقي نظرة على قائمة أعمالنا اليومية. كل مدير حقيقة يجب أن يضع له برنامج عمل. من الصباح الشخص يبدأ يومه أولا يؤدي ما مطلوب من عنده من عبادة لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يذهب يستحم، ثم بعد ذلك يتناول وجبة الفطور في البيت، ثم بعد ذلك يلبس زي العمل، وبعد ذلك حقيقة يخرج في عمله ويتوجه إلى الدائرة. وعندما يذهب يتابع البريد اليومي، يتابع المسائل الإدارية، يتابع مسألة اللقاءات مع المسؤولين والعاملين معه. انتهي من كل نشاط في موعده. يجب أن أحدد وقت زمني لإنجاز الأعمال المطلوبة، وهذه المسألة حقيقة يجب أن تكون مسألة مهمة. أنا أترك نصف ساعة لمطالعة ربما صفحات التواصل الاجتماعي، أحدد 20 دقيقة لمراجعة البريد لليوم، يعني ليوم أمس. بعد ذلك أدخل إلى برنامج العمل وأشوف خطة العمل الموضوعة وأبدأ، وكل حسب حقيقة الموعد المقرر. نضف إلى يومنا وقت جديد، لا أن نجعل حياتنا كأنما هي قالب نعمل 1 2 3. لا، يجب أن نضيف حقيقة إلى يومنا وقت جديد وعمل جديد، ونحاول أن نبتكر أمور جديدة تعيننا في النجاح. المسألة الأخرى من عوامل القيادة هي من مهارات القيادة هي إدارة الاجتماعات. وهذه الاجتماعات حقيقة تكون بعدة أنواع: الاجتماع التنويري والاجتماعات الدورية والاجتماعات الخاصة لتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجهنا في العمل، اجتماعات لحل هذه المشاكل، واجتماعات التقييم واتخاذ القرارات الصحيحة، واجتماعات لتنفيذ ومتابعة القرارات المتخذة. أي اجتماع حقيقة يجب أن تسبق مراحل حتى نستطيع أن نحقق اجتماع ناجح. فأولا تحديد الهدف من الاجتماع. لماذا الاجتماع؟ ما هو الهدف الذي أريد أن أصل إليه من خلال هذا الاجتماع؟ تحديد المشاركين. ليس بالضرورة أن ندعي الكل. ربما اجتماع أحتاج أن ألتقي أنا كقائد وكمدير، أحتاج أن ألتقي ربما مع مسؤول قسم، كأن يكون قسم المالية، قسم الإدارية، قسم المتابعة، قسم الإعلام. فيجب أن أحدد المشاركين في الاجتماع. تحديد وقت الاجتماع. الاجتماع يكون الساعة 9 صباحا، فيجب أن يبدأ الاجتماع
في هذه الساعة، ويجب أن يحضر الجميع في وقت محدد حتى الكل يتفاعلون ويشاركون ويطلعون على الأمور التي تناقش في هذا الاجتماع. تحديد مكان الاجتماع حتى الكل يعلم مكان الاجتماع ويحضر في الوقت والزمان، فيجب أن يحدد موعد الاجتماع كأن يكون في مكتب أو قاعة أو أي مكان آخر. تحضير جدول أعمال الاجتماع، يجب أن يحضر هذا الجدول قبل يوم، وأن تناقش هذه المسائل التي ستطرح في هذا الاجتماع، مو يعني في وقت الاجتماع ونبدأ نحضر سنناقش فلان موضوع ونناقش جانب المادة ونناقش جانب تحضر موعد الاجتماع قبل يوم. التجهيز للاجتماع، يجب أن تجهز الأمور المطلوبة من مواد قرطاسية ومن مكاتب ومن قاعات ومن مكان لهذا الاجتماع، وتحديد كل الأمور اللي يحتاجها الاجتماع. الدعوة إلى حضور الاجتماع، أيضا توجه دعوة إلى كل الذين سيحضرون إلى هذا الاجتماع، يحدد فيه المكان والوقت والزمان، وعندما يحضر هؤلاء المشاركين تبدأ عملية المناقشة. الاستعداد النهائي للمشاركين، يجب أنه الكل المدعوين لحضور الاجتماع يجب أن يكون متهيئين، يجب أن لا يكون لديهم التزامات أخرى، وإنما الكل يتهيأ لهذا الاجتماع. هذه الأمور حقيقة تحدد قبل الاجتماع. الأمور التي نقوم بها خلال الاجتماع، بعد أن نبدأ عملية الاجتماع أكيد المدير يفتتح الاجتماع بالسلام والترحيب والتعريف بالاجتماع. تسيير الاجتماع، القائد هو اللي دائما يقود أيضا الاجتماع، وأن يستمع إلى آراء الآخرين، يكون الحديث وفق آليات وفق استئذان، طرح الموضوع الذي يتم مناقشته، لا نخرج خارج إطار الاجتماع ونناقش أمور هي ما مطروحة وما موضوعة في خطة الاجتماع. تحديد آلية اتخاذ القرار في الاجتماع، القرار هل يتخذ بمسألة ثلثين، مسألة الأغلبية، مسألة نصف زائدا واحد، هذه آليات حقيقة تحدد في عملية التصويت على اتخاذ القرارات في أي اجتماع. معالجة المشاكل أثناء الاجتماع، عندما نطرح مشاكل حقيقة يجب أن نضع لها الحلول وأن نعالجها في وقتها، وأن ما نترك هذه الأمور وندعو إلى اجتماع آخر ربما لمناقشة هذه الأمور، وإنما طالما أنه كل الأطراف حاضرة إلى هذا الاجتماع فالكل يتخذون القرار وكل من مسؤوليته. بعد ذلك يتم عملية اختتام الاجتماع، ينتهي الاجتماع، المدير يقول إنه اليوم تم انتهاء الاجتماع، وبعد عملية اختتام الاجتماع يتم توثيق حقيقة، يتم توثيق الأمور المطروحة وكتابة محضر، وفي أحيان يحتاج إلى توقيع من قبل كل الأطراف الحاضرة. وبعد ذلك يتم متابعة نتائج الاجتماع. هذه مسألة مهمة، ما هي الأمور اللي تمخض عنها الاجتماع؟ يجب أن تتم متابعتها ومتابعة هذه النتائج والعمل إلها وتهيئة كل الأمور والمسائل المطلوبة حتى
نحقق الهدف من هذا الاجتماع. استاذ ثامر اذا تسمح لي استاذ ثامر، نعم. الله يحفظك. تفضل. الوقت المخصص للمحاضرة أوشك على الانتهاء، فأرجو أن تسرع. الله دكتور يحفظك. دكتور بقى عندنا فقط مسألة واحدة، وهي مسألة أسلوب إدارة الخلافات. 5 دقائق إن شاء الله ينتهي الموضوع. نعم. حقيقة مسألة إدارة الخلافات، هناك خلافات كثيرة تكون من خلال العمل، ويجب أن يعمل الجميع حقيقة بهدف أنه نحن نعمل للنجاح. فيجب حقيقة أن أميز المشكلة، هذه المشكلة أن أميزها. هل هي مشكلة تتعلق بجانب تسويق، في جانب إنتاج، مسألة جانب عمل ميداني؟ فيجب أن أميزها هل هي مسألة عامة، مسألة خاصة، مسألة طارئة. فيجب حقيقة أن أميز هذه المشكلة، أن أحلل المشكلة، أشوف أسباب المشكلة شنو، ما هي الأسباب التي أدت لحدوث هذه المشكلة، أحللها تحليل وأستطيع أن أحدد أسبابها. المسألة الأخرى وهي وضع حلول ممكنة. يجب أن نضع حلول ممكنة، مو حلول مستعصية، وإنما نضع حلول ممكنة حتى نحل المشكلة وأن نتجنبها وأن ننهي المشكلة نهائيا. تقييم الحلول اللي وضعناها، كيف كانت هي؟ بنسبة جيدة، بنسبة متوسطة، بنسبة ممتازة؟ المشكلة خلاص انتهت، انحلت وانتهت وأصبحت من الماضي، أم أنه بقت لها متعلقات؟ فيجب أن أحلل هذا الموضوع وتنفيذ الحل الذي اخترته. عندما أختار حل لوضع مشكلة فيجب أنه أبدأ به بالتنفيذ. ليس الغرض أنه أنا أكتب وأوثق فقط وأترك الأمور، وإنما يجب حقيقة أن ننفذ الحل بالنسبة للمشكلة اللي الحل اللي اخترناه. يجب أن أبدأ بتنفيذه لحل المشكلة والقضاء عليها نهائيا. نصل حقيقة إلى نهاية هذه المحاضرة، وأنا أشكر الأستاذ كاظم نوري عبد، وأشكر كل الأخوة في الاتحاد العربي للعمل التطوعي، وأشكر كل الأخوة الحضور، ولنا لقاءات إن شاء الله قادمة، ومرحبا بكم مرة أخرى. دكتور، خلصت المحاضرة اليوم. شكرا جزيلا للأستاذ ثامر على هذه المحاضرة القيمة. الآن نفتح باب النقاش أو الملاحظات أو المداخلات، فليتفضل. نعم، يتفضل. من يريد ذلك. نعم، تفضل دكتور، أي واحد يتفضل. خليه. نعم. نعم، باب المداخلات مفتوح، والملاحظات أيضا مفتوح، والآراء أيضا مفتوحة للجميع. دكتور، مداخلة. نعم، تفضل. الدكتور يوسف رئيس الاتحاد. تفضل. أهلا أستاذ يوسف. أهلا أستاذ يوسف، حياك الله. يتفضل حياك الله أستاذ تامر. الله محييك، الله محييك شيخ. حياك الله أستاذ تامر. الله محييك. ما شاء الله، محاضرة شيقة وعناوين كذلك، يعني تدخل في الصميم الإداري البحت. لكن ملاحظتي، لاحظت تكلمت عن إدارة القيادة الحديثة، ولكن أنا أعرف أن القيادة في لها أكثر من وجه، يعني في الإدارة التسلطية، الإدارة الديمقراطية، الإدارة الاستبدادية. بس أثناء حديثك ما تطرقت للإدارات اللي، يعني أنت الآن تكلمت عن نماذج كلها مثاليات. الإدارة أحيانا فيها الوجه يعني الحسن والوجه المتعب. فهذا اللي كنت أنا أتمنى أنك كنت تطرق له من خلال حديثك، خاصة ل حديثك عن إدارة الإدارة بشكل عام، سواء الوقت، سواء الصراعات، سواء
الاحاديث اللي ذكرت بشكل كامل يعني. استاذ، هذا حقيقه احنا تحدثنا عن يعني مهارات الذاتيه، يعني هذه نعم، ولكن الشيء اللي انت تحدثت حقيقه هو انواع. نعم، القياده هي هذه الاداره هي 3 انواع. هناك مساله فوضويه، وهناك مساله متشدده، وهناك مساله معتدله. واكيد هي احسن وانجح طريقه هي الطريقه المعتدله. ان شاء الله يكون لنا يعني يعني تكون لنا محاوره جديده، و يعني ايضا ان شاء الله تكون لنا ندوه او ربما لقاء اخر سنتطرق الى موضوع الاداره، لانه الاداره حقيقه لا تشتمل على جانب واحد مثل ما تفضلت حضرتك، وانما هناك امور كثيره. وحقيقه انا دخلت هذا الموضوع بخصوص الاداره، دخلت في دوره تدريبيه في عام 2010، ولدينا حقيقه برنامج كامل عن انواع الاداره، وهذا شيء نعم شيء جيد تفضلت به حضرتك. نشكرك شكرا، شيخ. بارك الله. شكرا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. بداية الله يعطيك العافية أخ عامر. الله يعافيك. جهد مشكور حقيقة. المواضيع كبيرة، يعني أنت غطيت مواضيع كبيرة، يعني لو جينا نفصلها كل موضوع لحاله بده محاضرات، مش محاضرة واحدة، محاضرات. نعم. بس أنا عندي كم الملاحظة، ما بدي أطول، يعني أنا عندي كلام كثير بس راح أختصرهن يعني شيء بسيط إن شاء الله. تفضل. بداية يعني يفضل إنه المحاضرة تنعطى على برزنتيشن سلايدات، ويكون السلايدات احنا بنشوفها على الشاشة على السكرين. عرفت نعم. كيف؟ هاي النقطة. نعم. النقطة الثانية موضوع اللي حكى فيه دكتور يوسف، انه انواع القيادة. انواع القيادة نعم. موضوع شائك، والقيادة القيادة الشكل والإدارة الشكل، علمين مختلفين. هذه نقطة. نعم. النقطة اللي بعديها في شيء اسمه موجود بعد نهاية كل مرحلة، اللي هو المراجعة والنقد الذاتي. نعم. اللي يقولوا له بالانجليزي لافتر اكشن ريفيو. انت الان بعد كل مرحله تعملها، بعد كل عمل تعمله، اعمل مراجعه ونقد ذاتي. كيف مراجعه ونقد ذاتي؟ انا العمل اللي عملته شو نقاط القوه تبعه، شو نقاط الضعف تبعه، بحللهن، بالتالي بطلع في دروس مستفاده. يعني الان انا احكي لك فيدباك، الفيدباك على سبيل المثال من هنا سلايدات. انت الان المره الجايه مثلا بدك تعطي محاضره، يكون سلايدات، تكون محاضرتك على السكرين على الشاشه، احنا بنشوفها، مشان انا نعم. اذا ما لحقت اكتب شيء وراك من خلال الحديثه، انا بشوفه قدامي وبكتب، يعني بشوف سلايد امامي يعني. يعني ما شاء الله، يعني المواضيع كثير، يعني من كثيره جدا، ويا ريت انها المره القادمه يعني لو اخترنا موضوع وغطيناه بشكل كامل، ويكون في عصف ذهني، ويكون في نقاشات بشكل اوسع. وسلامتك، انا هذا اللي عندي حقيقه. الله يعطيك العافيه وما قصرت حقيقه. اشكرك جدا حقيقه، كل ملاحظاتك هي ملاحظات قيمه. وان شاء الله حقيقه هذه الامور اللي تطرقت الى حضرتك طبعا هي يحتاج لها الى تحضير، ويحتاج لها حقيقه الى امور. الماده العلميه اللي تحدثت بها هي موجوده عندنا كامله، وانا سارسلها ان شاء الله الى الدكتور كاظم، وسوف حقيقه هو يوصل لكم اياها، وتصل لكم ان شاء الله. كل شخص حضر هذه المحاضره راح ان شاء الله يستلم يعني هذه المحاضره اللي هي موضوعه بطريقه الباوربوينت، ويستطيع حقيقه ان يطلع عليها، وان شاء الله توصلكم. وشكرا جزيلا. شكرا لمداخلتك استاذ. الله يحييك، حياك الله. الله يحييك استاذ. الاستاذ خالد البحور، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد. تفضل استاذ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني حقيقة كانت محاضرة رائعة، واستفدنا بكم المعلومات الكبيرة اللي قدمته دكتور. لكن حقيقة كان هناك يعني ملاحظة أنا كنت بحب أني أكد عليها، إنه الهدف من هذه المحاضرات التي يتم وهذه اللقاءات هو ربطها بالعمل التطوعي. الآن حضرتك تطرقت إلى عدة مواضيع، ومواضيع هامة وزخمة جدا، يعني فيها كم من المعلومات كم هائل.
على سبيل المثال أنت تكلمت عن التحكم في الذات، مراحل إعداد إدارة الذات، مهارة إدارة الوقت، الاجتماعات وما إلى ذلك. أنا أعتقد إنه، وهذه وجهة نظر يعني قد أكون مخطئ وقد أكون مصيب فيها، إنه لو تم الحديث عن مهارة واحدة، على سبيل المثال لو تم الحديث عن مهارة إدارة الوقت، حضرتك بتعرف إنه العمل التطوعي أحيانا يكون في أوقات صعبة جدا، يعني لربما مثلا على سبيل المثال قبل شهرين كان هناك الزلزال اللي موجود في تركيا، فأحيانا يعني الظروف قد تجبر الشاب أو الشخص على العمل في أوقات صعبة ومعقدة، وبالتالي ضرورة إدارة الوقت والعمل في الأوقات الصعبة وأوقات الأزمات والكوارث يعني نقطة مهمة جدا. لو كان مثلا على سبيل المثال انه تم تخصيص كل المحاضرة في هذه المهارة، بحيث انه احنا نستفيد او يتم عرض فيها افكار كيف احنا نعمل في اوقات الازمات والطوارئ. يعني على سبيل المثال احنا في قطاع غزة كثير بيكون في عندنا عمل في اوقات حروب وعدوان وتصعيد وما الى ذلك. احيانا، وهذا انا شفته لما بكون في فترات تصعيد، بعض الشباب يعني تشعر بالخوف بالقلق، بتلاقيه مش عارف كيف يتحرك، ايش يعمل، وين يروح، وين يجي، ايش يسوي، بتلاقيه يرتبك. فلربما لو احنا اثرينا هذا الجانب، لربما يعني بيكون في حجم استفادة اكبر. وطبعا كل الشكر وكل التقدير لحضرتك ولكل الاخوة الكرام المتواجدين. شكرا أستاذ لمداخلتك. وحقيقة كل ما تفضلت به هو صحيح. يعني حقيقة هي دائما مسائل، يعني حقيقة تطوير ومسائل التنمية البشرية أو تطوير الذات هي يعني مسائل متداخلة بعضها بالبعض. الواقع هو شيء مهم جدا، وأنتم حقيقة في فلسطين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يحفظ أهلنا في غزة، وأن إن شاء الله ربي يوفقكم وأن تعملون، وكنا حقيقة إحنا قلوبنا معاكم. هذه المحاضرة حقيقة هي محاضرة مستقلة يعني عن تطوير الذات، وأخذنا بها جوانب الوقت، إنه كيف نستطيع أن، يعني هو مسألة الوقت من مسألة التنمية أو من مهارة من مهارات الذات. وإن شاء الله يعني حقيقة بالقادم، قادم الأيام إن شاء الله لدينا برامج تدريبية كثيرة، وسنجلس إن شاء الله أنا والدكتور كاظم ونهيئ لكم إن شاء الله برامج في أي وقت تحبون. نحن نتفاعل ونتواصل، ونشكر الاتحاد العربي ونشكر كل الأخوة اللي ساهموا في هذه المحاضرة. لا زال باب الملاحظات والمداخلات مفتوح. إذا كان هناك رأي. الأستاذ جاسم، تقييمك للمحاضرة. طيب شكرا دكتور كاظم. وأنا صراحة ما راح أقيم الأستاذ ثامر، المعلومات اللي قدمها جدا قيمة. وأنا أتفق مع الأستاذ ثامر أن بالفعل المحاضرة كانت حصرا على جانب معين، ذكر نماذج كثيرة. جميع الملاحظات اللي تم ذكرها من خلال الأخوة أنا أعتقد لو خصص لها وقت الكافي كان ممكن حتى استرسل فيها بشكل كامل. المحاضرة اللي تم ذكرها حاليا يعني فيها أكثر عن جانب تم ذكرها من خلال صفات القائد وحتى المهارات خارج القائد وحتى مع عائلته. الموضوع أعتقد لو تم تفصيله بشكل مفصل خد 3-4 ساعات كان يمكن كانت المحاضرة أدت حقها بشكل كامل. ما نقيم احنا الاستاذ ثامر، نقيم فقط النقاط اللي ذكرها في المحاضرة. فأنا أشكر جزيل الشكر على جميع النقاط والمعلومات المثرية جدا اللي قدمها من خلال المحاضرة. شكرا أستاذ جاسم، شكرا جزيلا. نشكر مرة ثانية الأستاذ ثامر. نعم تفضل. معايا أنا يا دكتور؟ نعم مرحب. تفضل السلام عليكم أستاذ هشام. طيب. مرحبا أستاذ هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد، وأخي جاسم، وأخي دكتور كاظم، والإخوة الكرام، وأخي أبو أحمد كما سمعت يعني الأستاذ دكتور تامر. نشكر على هذه المحاضرة، وهذه محاضرة قيمة. وفعلا نحن كنا محتاجين لأنه
نتابع هذه المسألة بالسلايد عشان نقدر نحدد النقاط، وعندنا وجهة نظر في كثير جدا من الأشياء اللي ممكن تساهم وتسهم في هذه الورقة هذه المسألة، عشان ممكن يعني تبقى الناس من خلال تجاربها برضو عندها بعض الأشياء. أنا سعيد بهذه المسألة، ولكن برضو أقول يعني في حاجات برضو الفطرة خلت يعني سبقت العلم. أنا في اعتقادي برضو سبقت العلم لو ربطتها بالإدارة في بعض الأشياء المتعلقة بالإدارة الأهلية وإدارة العشائر في كثير جدا من المسائل. دي جانب من المسائل. شوف اكتساب المسألة دي هي برضو بالتجارب هي أكسبت الناس كثير جدا من المسألة. أنا قبل كنت متابع في بداية حديثك عن الخطة، كنت أتمنى برضو أنت طوالي خشيت على الوقت في الخطة، لكن أنا باعتقادي بعد الأهداف يفترض أن تكون هنالك وسائل تحقيق الأهداف. بنفس أي هدف لازم يكون عنده عدة وسائل أو وسيلة عشان يقدر يحقق بها المسألة دي. ففي ورقتك أنا أتمنى مع أهداف الخطة اللي بتقولها تقول الوسائل اللي ممكن تحقق هذه الأهداف عشان تقدر. ثاني هنالك برضو يعني أنا ما أقدر أتحدث عن الخطة، لكن أتحدث عن الورقة. والمتابعة كانت بالإلغاء، فما كان الشخصي مثلا بيقدر بيستسهل، لكن نتمنى الكلام اللي قبل قالوا أخي في أنه هذه الورقة ورقة مفيدة ممكن ترجع لنا، ونحن يعني نضيف عليها ونقولها ونرجع عليك عشان تبقى جزء من الأشياء، وتبقى هنالك إجابات، تبقى إجابات وافية عشان نقدر نحقق بها أهداف. نحن سعيدين بهذا اللقاء وسعيدين بهذا الحضور المتميز للإخوة في الوطن العربي، وإن شاء الله عبر الاتحاد الناس تسهم في كثير جدا من المسائل اللي ممكن تحقق بالعلم الأهداف المربوطة باحترافية العمل الطوعي. هذا هو ديدن الاتحاد. تحية لكم وتحية لأخي دكتور كاظم نوري على إدارته على هذه الجلسة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل هشام صلاح الدين نائب رئيس الاتحاد على هذه المداخلة. الأستاذ العادل إذا كان موجود معنا، الأستاذ العادل عضو المكتب التنفيذي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الحمد لله. أنا تابعت المحاضرة وما شاء الله. نعم. بعض أنا في طريق مسافر، الإنترنت كان ما مستقر، لكن الحمد لله نتمنى التوفيق لكل الأخوان في المحاضرات الجاية إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ العادل عضو المكتب التنفيذي. هل هناك مداخلات وآراء وملاحظات أخرى؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. اهلا وسهلا. مشكورين الاخوان في الاتحاد العربي على هذه المحاضره القيمه وعلى تنظيم هذا اللقاء هذا الاخوي والمليء بالمعلومات ما شاء الله. نشكر الدكتور الاستاذ المحاضر. بس عندي نقطه واحده يعني اللي كنت نتمنى انه يعني تكون المحاضره يعني تتكلم فيها، وهي اللي انماط القياده كيف ما نقول يعني، وكيف ما هو متعارف عليه. فالقياده هي 3 انماط، خلينا نقول اللي هي ربما النمط الدكتاتوري او التوجيهي ان صح التعبير، وفي النمط اللي هو الديمقراطي او التشاركي، وفيه النمط اللي هو يعني العاطفي في اتخاذ القرارات وفي الاداره بصفه عامه. فهذه الامور هذه يعني هي اللي كنا يعني صراحه حابين انه يعني يكون التركيز عليها ونستفيد منها وناخذ من الخبره تبع الدكتور في هذا المجال. نتمنى ان شاء الله في قادم الايام انه تكون يعني محاضره بهذا الخصوص هذا، لانه هذه هي بالدرجه الاولى يعني القياده. وشكرا.
تفضل استاذ حقيقة ثامر، لي تفضل. نعم، بس دكتور خلي ارد عليه يعني بعد نعم. اذنك. حقيقة موضوع القيادة ايضا اللي تطرق لها الاستاذ يوسف يعني في بداية حديثه ومداخلته القيمة. نعم، القيادة هي انواع، مثل ما التشاورية والديمقراطية، وهناك مسألة الفوضوية والدكتاتورية. حقيقة اليوم احنا والموقفية. تحدثنا عن جانب تطوير الذات، يعني هذه امور متعلقة بالقيادة الذاتية. ليست القيادة هي حقيقة امور متشعبة كثيرة. وان شاء الله، وايضا حقيقة الاخ من اتصور من السودان اللي ايضا تفضل قبل حضرتك تحدث عن الخطة. وحقيقة أنا قدمت للدكتور كاظم يعني حقيقة موضوع التخطيط الاستراتيجي، وهذه أيضا دراسة إحنا عديناها. حقيقة يمكن أنه نناقشها ونتحدث من خلال على أهمية الخطة وأجزائها ومراحل تنفيذها. إن شاء الله قابل الأيام سنكون إن شاء الله نضع برامج إن شاء الله ذات قيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في لقاء مباشر مع حضراتكم ونتحاور بصورة مباشرة ونناقش الأمور بشكل مباشر. شكرا جزيلا استاذ ثامر. هل هناك آراء أخرى، ملاحظات؟ في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ ثامر حمو حساني على هذه المحاضرة القيمة. شكرا لكم جميعا أيها الحضور الكرام، ولنا لقاء الشهر القادم في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، بالتوفيق إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا بالتوفيق، للجميع، بالتوفيق. شكرا، نلتقي إن شاء الله. يعطيك مع العافية، السلامة. يعطيك العافية، ما قصرت. شكرا، شكرا. بس تنويه سريع، يحييكم الله جميعا. ان شاء الله راح نرسل لكم شهادات، فاذا ممكن نكتب الاسم كامل اللي حابين يطلع في الشهاده مع بريد الكتروني من خلال بوكس الدردشه، حتى يتم ارسال لكم ان شاء الله الشهادات من خلال البريد الالكتروني. نتمنى كتابه الاسم صحيح باللغه العربيه وايضا البريد الالكتروني. اوكي، احنا كتبنا الاسماء وبعثناها من خلال الشات. اوكي، ها ممتاز، وصلنا اللي كتب معناته أوكي. وصل. اوكي، يلا شكرا لكم. جهود مشكوره، جهود مشكوره، جهود مشكوره.